السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا ريحنا من الاتنين من دي يا عمي. الأول واحدة اللي على يدك اليمين يا باشا دي ياسمين الخطيب، واللي قصادها دي هدير عبد الرازق. ياسمين الخطيب طبعا دعت يا اسمها ايه هدير عبد الرازق ان هي في حلقة من حلقات على البرنامج اللي هي بتطلع بيه على التلفزيون. ربنا كرم ياسمين الخطيب واتكلت على الله واستجارت من القناة الفضائية اللي كانت فيه. اما هدير عبد الرازق بقى النهارده ربنا كرمها وبسنة سجن وغرامة 5000 جنيه. ليه يا جماعة؟ انتوا عارفين ان هدير عبد الرازق دي شغلتها ايه اصلا؟ شغلتها ان هي بتطلع على المواقع، على حساباتها على الفيس والتيك توك والانستجرام واليوتيوب. بتعمل فيديوهات. الفيديوهات دي طبعا زي ما قالوا ان في خادشة للحياة. فالنهارده كان في حكم طبعا بحبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياة. قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 5000 جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياة. وجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة، وهي نشر بقصد الغرض صور خادشة للحياة العام، بأن بثت عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وتيك توك صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياة العام على النحو المبين طبعا في التحقيقات. 2. ارتكبت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياة بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحائها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها على حساب تعدت على المبادئ والقيم الأسرية وفي المجتمع المصري، بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلال مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام السابقة على النحو المبين بتفصيل التحقيقات. وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع وفيديو خادش للحياة وفيديوهات خادشة للحياة تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات وفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسمها. الحمد لله النهارده حكمت المحكمة الاقتصادية بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 5000 جنيه. طبعا عشان القضية اللي قدامنا دي اللي هي نشر الفسق والفجور في الفيديوهات اللي هي بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذا كان فيسبوك او انستجرام او تيك توك او كل الحاجات دي. فالحمد لله ربنا ريحنا منها، والحمد لله كده تمام التمام. تخف شوية، ويا ريت بقى كل البلوجر ياخد عظة وعبرة باللي حصل لهدير عبد الرازق طبعا. لان احنا بنشوف على التيك توك او بنسمع او بنشاهد او كل الحاجات المقرفة اللي فسدت البيوت وفسدت اخلاق الشباب والشابات والاطفال في سن يعني حرج. تبص تلاقي العيل معاه تيك توك وبشوف، فهي يعني بتطلع بملابس تعرض الملابس بتاعتها وطبعا خادشة للحياة. فالحمد لله النهاردة اتحكم عليه بسنة سجن وتغريمها 5000 جنيه. وطبعا كان في برضك بتاع مؤدي المهرجانات
حمو بيكا طبعا اتحكم عليه النهارده بشهرين في تنفيذ في سجن برج العرب، طبعا عشان خاطر كان عليه 3 قضايا. القضية الأولى طبعا تبديد، والتانية كان تصريح. اتحكم عليه بشهرين هيقضيهم. طبعا كان حاول الهروب النهارده من المحكمة، كان طالع زي على مسار مثلا الافلام الابيض واسود ان هو هيهرب اثناء ترحيله، لكن طبعا ما قدرش يهرب. الحمد لله تم القبض عليه وتم ترحيله لسجن برج العرب عشان يقضي المحكومية عليه اللي هي شهرين. طبعا يعني حاجة تودي ب60,000. اللي انتوا عارفين العالم دي اللي واخدينها أولادنا قدوة زي حمو بيكا دي. شوفوا عمل ايه، يعني كان في أول ما اتمسك بحيازته مطوة زي ما بنقولوا سلاح أبيض. طبعا تعدى زي ما قلنا في فيديو سابقة أو بس مش سابق إن هو قاوم السلطات. طبعا لما يجي يتخارج مع أمين الشرطة اللي هو مكلف بتاع المرور في إيه، وكان رفع يعني كان عاوز يتعدى عليه، بس الحمد لله اتمسك. وطبعا خد جزاؤه اللي هو شهرين في سجن برج العرب. ان شاء الله يقضيهم بالسلامة ان شاء الله، وربنا يريحنا منهم. ويا ريت نسأل الله سبحانه وتعالى ان ما يكونش فيه ظهور للاشكال اللي زي دي على الفضائيات وعلى التلفزيونات لان دوم الناس دي التلفزيون اللي بيطلع عليه الناس بتاخده قدوة. وطبعا دي بتوع المهرجانات انتوا عارفين كل البلاوي اللي بتظهر من وراهم، اذا كان طبعا شم او انتوا عارفين القضايا بتاعتهم دول بيبقوا في حالة تانية خالص. فالحمد لله، والحمد لله برضك ان هم يعني قبضوا على هدير عبد الرازق، وطبعا هتاخد المحكومية بتاعتها زي ما قلنا يا جماعة. الحكومة المحكمة الاقتصادية اليوم قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة وتغريمها 5000 جنيه، وذلك في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياة وهدم قيم المجتمع الأسرية ونشر الفسق والفجور. أعزنا الله وإياكم من هذه طبعا الأشكال. لو وصلت معي لحد دلوقتي ما تنساش تدعمني وتشارك معي في القناة وتشوف الفيديو الظاهر في الآخر ده.